بعد ما كليوباترا ومارك أنطونيو أعلنوا علاقتهم، روما اتجننت، والسياسيين هناك شافوا إن مصر بقت قوية زيادة، وإن أنطونيو اتغير وبقى تحت سيطرة الملكة. أوكتافيوس اللي كان خصم أنطونيو استغل اللحظة دي وقال للناس: راجل منا سايب بلده وعايش تحت أمر ملكة أجنبية؟ وبكده ولع الشرارة اللي هتشعل الحرب. أنطونيو من ناحية وكليوباترا واقفة جنبه، وجيوش مصر كلها بتستعد، وروما من ناحية تانية بتجهز لواحدة من أهم المعارك في التاريخ. والحكاية هنا بقى مش مجرد قصة حب، دي معركة على مين يحكم العالم. اللي حصل في أول مواجهة بينهم ده هقوله في الجزء الجاي. ما تنسوش تعملوا متابعة عشان اللي جاي نار حرفياً.